أنا عندي إقامة في الإمارات، وهذه خامس أو السادس في المرات اللي كنجي للإمارات. جيت لها بالدراجة النارية من المغرب وصلت لنا للإمارات. اليوم غنستضيفوا مغامر قرر يجول العالم دراجته النارية، وها هو الآن في قلب الإمارات. اسمي عبد الجبار، المعروف بإيرت بايكر في اليوتيوب. أنا رحالة مغربي بالدراجة النارية في رحلة حول العالم للتعريف الثقافة المغربية المسلمة. تعتبر أول مغربي وصل لأقصى نقطة بالعالم المغربي، وكذلك لأقصى نقطة في القارة الإفريقية اللي هي كاب أنغولا. وإن شاء الله غادي ندوروا العالم كامل إن شاء الله بالعالم المغربي. فكرة بداية هذه الرحلات كما تعلمون دم المغربي، رحالة يحبون الترحال ويحبون السفر والاستكشاف حول العالم. وخير مثل على هذا الرحالة ابن بطوطة الذي يعرفه العالم بأكمله. اخترت الدراجة بالضبط لأن باش نعيش يعني المتاعب كيف كانوا جدودنا الأوائل اللي كانوا كيسافروا من المغرب إلى مكة بالجمل. قررت أن أقرب وسيلة الآن في العصر الحديث دراجة، والدراجة كذلك كتقربك من الشعوب من الناس. ولهذا السبب كذلك أنا كنسافر بوحدي، يعني لما كتكون في مجموعة صعيب باش يعني يدخلك عنده للدار. ملي كتكون بوحدك الناس كيقدروا يعرضوا عليك، يعني يضايفوك في بيوتهم. تقريبا واحد 39 دولة، كل دولة كتميز بشي حاجة مختلفة. بالنسبة لأقرب دولة لينا احنا كمغاربة يعني في الثقافة والتعامل هم الشعب الجزائري. يعني احنا بحال يعني عندنا نفس طريقة التفكير والكلام. كترتاح لأنك كتتكلم باللهجة المغربية وكل شيء كيفهم عليك. لو كنت كتكلمي على جمال الطبيعة داكشي، كاين دول مثلا جنوب افريقيا جميلة جدا. بالنسبة لجمال الناس والكرم ديالهم كانت ليبيا وسلطنة عمان، هذوك كانوا كرماء بالنسبة لي، بيصدموني. يعني بالنسبة للدول الأخرى ملي كنوصل للدراجة صراحة يعني أغلب الشعوب كتعاطف معايا. ما لقيتش شي شعب يعني كنحس بكراهيه. خليني من السوشيال ميديا وداك الشعوب المغاربيه والشعوب العربيه، يعني احب من احب او كره من كره، يتعاطفون معك. يعني حب، يعني من الكرم، من الابتسامه، من اي يعني زعما صراحه بينوا لي على الحب ديالهم للشعب المغربي. خاصك تشوف شكون الدوله كتطلب التاشيرات. كاين الدول حقا اللي كاين معلومات في الانترنت اللي كتوصل لهم بسهوله، ولكن كاين بعض الدول اللي مثلا كدول في بعض الدول في افريقيا كتلقى المعلومات قليله جدا. خاصك توصل للحدود عاد كتسول، يعني عاد كتقول الاجراءات. ولهذا انا الرحله ديالي ماشي متواصله، تكون تقريبا المده ديالها ما بين شهر شهرين. والعده ديالي تقريبا كتبقى في الدراجه، لاني فاش كنرجع الدراجه دائما كتبقى في المحل اللي خليت فيه الرحله باش نكمل الرحله من بعد. انا عندي اقامه في الامارات، وهذه خامس او السادس في المرات اللي كنجي للامارات. جيت لها بالدراجه الناريه من المغرب وصلت لنا الامارات مرورا عبر الدول العربيه. من بعد الامارات ان شاء الله غادي نتوجه باش نكمل الرحله ديالي اللي بدات من اقصى نقطه جنوبا في القاره الامريكيه، وغادي نمشي ان شاء الله لاقصى نقطه شمالا لالاسكا. والرساله ديالي للشباب اللي تعرفوا بان ما كاين حتى شي حاجه سهله في الدنيا. المتتبعين ديال القناه الكريمه ديالكم كيشوفوا الصوره النهائيه، ولكن مورا هذه الصوره راه كان كثير من الصبر. الصبر حلم صغير، حلم كبير.